في مكان على الأرض محدش يعرفه. يأجوج ومأجوج أعظم علامات يوم القيامة، وهم أخطر أحداث هتمر على البشر. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. يأجوج ومأجوج اسم أكيد سمعته، وسمعت حكايات كتيرة عنه، وأكتر حاجة هتكون متخيلها هو الرعب من ظهورهم. خليني بس أقولك إن يأجوج ومأجوج مش مذكورين بس في الدين الإسلامي، ولا أنت بس وحدك كمسلم تعرفهم أو حتى تعرف عنهم. فالدين اليهودي والمسيحي موجودين ومذكورين فيه، لكن كل دين فيهم في قصة مختلفة شوية عن التاني. فالدين المسيحي مثلا مأجوج اسم شخص، أما يأجوج هي الأرض اللي عايش عليها، ودي قصة يأجوج ومأجوج زي ما الدين المسيحي بيشوف، وإنه ابن يافس، وده واحد من أبناء سيدنا نوح عليه السلام. وزي ما قلت لك يأجوج ده اسم الأرض اللي عايش عليها، واللي أعدادهم كانت بتكتر بالألفات. أما في الدين اليهودي فبيحكي إن قصتهم إن يأجوج ده شخص ومأجوج شخص تاني، وكل واحد فيهم كان زعيم قبيلة، وكان بينهم خلافات وصراعات كتيرة جدا، بس حروبهم مع بعض كانت بتبقى بالمعنى الحرفي دمار شامل، لحد ما اتحدوا القبيلتين وبقوا قوة واحدة، ومحدش كان عارف يوقفهم على الأرض إلا رجل صالح. وده شبه شوية القصة اللي في الدين الإسلامي اللي بتقول إنهم قبيلتين وأصلهم مش واضح، بس في اتفاق إنهم من نسل يافس ابن سيدنا نوح عليه السلام. والقبيلتين دول كانوا عايشين على السرقة والغلط على القبائل التانية على مدار سنين كتيرة، وكانوا عاملين رعب لكل الناس وقتها لحد ظهور ذو القرنين، الراجل الصالح اللي هحكي لك عنه في حلقة تانية. المهم خروج القبيلتين دول هيكون نهاية الكون، ومن أهم علامات يوم القيامة. طب هم مين ومكانهم فين وهيطلعوا امتى؟ ده اللي هنتكلم فيه، ركز معايا لنهاية الحلقة. بص خليني في الأول أوصف لك شكلهم. هم وشوشهم عريضة ومناخيرهم صغيرة وعيونهم صغيرة وشعرهم اسود جدا، وفي منهم الطوال خالص والأقزام، وبيحبوا الدم جدا وأقوياء جدا جدا وبارعين جدا في الحروب، بس بشكل مش آدمي خالص. وهتستغرب جدا لو قلتلك انهم اصلا خرجوا. الصفات اللي حكيت لك عنها دي هي نفس صفات المغول، وحوش ودمويين جدا، ده غير انهم شكلا شبههم وانتشروا في الارض وعملوا فساد كبير. وفي الفترة دي كان الدين مزدهر جدا، ومن كتر عمايلهم وفسادهم علماء الدين قالك ان دول اكيد قوم يأجوج ومأجوج. بس حصل تراجع عن الفكرة دي أول ما اتهزموا من الزهر بيبرس وسيف الدين قطز. المعركة ما بينهم كانت ضخمة لدرجة إن الشمس يومها ما كانتش باينة من شدة المعركة. بس ده مش الشكل اللي بلغنا بيه النبي عليه الصلاة والسلام إنهم هينتهوا بيه، وبسبب جزئية الشكل ده حصل إجماع كبير على مكان السد. قبل ما أقولك حكاية السد خليني أقولك مين هو ذو القرنين. بص يا سيدي، يأجوج ومأجوج زي ما قلتلك كانوا قوم فاسدين جدا، وكان في راجل صالح وعسكري ذكي جدا اسمه ذو القرنين. المهم ذو القرنين كان راجل حاكم وعادل وصالح، وفي يوم وصل لمكان قريب من قوم يأجوج ومأجوج، ولقى في ناس عايشة جنب الجماعة دول بيشتكوا لذو القرنين وبيعرضوا عليه انه ياخد مبلغ من المال. المهم اتخلصنا من قوم يأجوج ومأجوج علشان دول مفسدين. رفض ذو القرنين الفلوس اللي اتعرضت عليه وقال لهم هساعدكم بس بشرط تتعاونوا معايا. المهم كان مكانهم ما بين جبلين كبار جدا. راح استغل ذو القرنين الحتة دي وخلى الناس تجمع حجارة وقطع من الحديد واتحطت على بعض في نواحي الجبل بحيث انها تقفل عليهم، وقام سيح الحديد ده فقام ماسك في بعضه ومسك في الحجارة واتعمل السد، وقام مسيح عليه نحاس. فبقى فكرة انهم يحاولوا يخرجوا من السد صعبة جدا، وبقى خروجهم واحدة من علامات يوم القيامة. المفروض انهم اثناء ما انا بكلمك دلوقتي بيحاولوا يخرجوا من السد، وكل يوم بيعملوا فتحة صغيرة في السد، ويجي القائد بتاعهم يقول لهم بكرة نكمل، وييجوا بكرة يلاقوا الفتحة الصغيرة دي اتسدت. ويوم ورا يوم بتحصل نفس الحكاية لحد ما ربنا هيشاء ويخرجوا. فيجي القائد في يوم ويقول بكرة إن شاء الله هنكمل، وعشان إن شاء الله دي يجي بكرة ويلاقوا فعلا الفتحة اللي عملوها امبارح موجودة ويكملوا حفر لحد ما يخرجوا. طب هو مكان السد ده فين؟ بص، بسبب حتة الشكل توقع عدد كبير جدا من العلماء إنهم في حتة في آسيا
جنب الصين، وفي ناس تانية شافت انهم قريبين جدا من العالم العربي، انما هو فين فعلا الله اعلم. كلها اجتهادات شخصية، ما اقدرش اكد لك حاجة فيهم. عايزة اقول لك كمان انهم لما يخرجوا هيكون اعدادهم ضعف أعداد البشر، 8 أضعاف البشر تقريبا، لأن نسلهم كثير جدا. فتقال إن كل شخص فيهم بيخلف تقريبا 1000 مولود ذكر، وأول ما يخرجوا هيشربوا بحيرة كاملة ومش هتكفيهم، وهيزيد الفساد بشكل أكتر من اللي احنا شايفينه ده، لحد ما الناس اللي هتكون عايشة هيفضلوا يدعوا ربنا إنه يخلصهم منهم لحد ما ينتهوا فعلا. والحتة دي اتقال فيها أكتر من قصة، في اللي قال إنهم هيموتوا بعض، وفي اللي قال إنه هيخرج من رؤوسهم دود ينهي عليهم. فأيا كان هيخلصوا ازاي، نتمنى ما نكونش من الناس اللي هتعيش في وقتهم. وكمان أتمنى تشاركني رأيك لو كنت على الفيسبوك، وكمان تتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد انك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب، كنت معاكم في ما وراء الحاجات.